الذي بيسألني وش الذي حصل مع مرسال وكيف لو ما قتله بكل الدم بارد وبيترجه يا عم لا تقتلني يا عم لا تقتلني. قصة مرسال يا طويل السلامة انه كانوا في الحارة هو خبرته. طبعا مرسال ما يتجاوز حتى عمر 15 سنة عدو جاهل، فحصلت خلاف يعني تصايحوا ابناء حاره. طبيعي انهم يصايحوا يسدوا ذيك الساعة، ماشي نص ساعة الا وقد سدوا. هذا الولد صار صياح لابوه قال له يابا فلان ضربني. الاب جاء شل السلاح واثنين مدري ثلاثة جنبه على من؟ على مرسال. على مرسال الطفل 15 سنة بدل ما يوصل يشوف ايش المشكلة ايش الوضع ايش الذي صار. ابناء حارة طبيعي كل واحد يضبط ابنه كل واحد يربي ابنه، يعني تفاهم جيلان يا اخي. الرجال وصل يفعل مرسال ملطام. مرسال بيقاوم علشان يسد على نفسه، الرجال بيشتي يوجه الآلي صريح. المرسال بيمسك الآلي علشان بيترجه يقول له يا عم لا تقتلني يا عم لا تقتلني. وجه الآلي وطرح لها نهب بقلبه وضرب. وذا الفيديو تحت لما مرسال الطرح. واللي يقهرني الذي هم بيبصروا المضربة قبح الله وجهكم والله يخزيكم دنيا وآخرة يا أندال، انهم بيشوفوا انه بيتهدد له ومتعصب عليه وهم جالسين بيبصروا امام الملأ، ولا اهتز حتى رمش ولا تحرك ساكن. عليكم غضب الله لو انتم رجال ولا فيكم ذره من النخوه والمرجله. والله اني قصه تكسر الخاطر، واتمنى من الله انه يعصم قلب ابوه وامه، وهؤلاء انهم ياخذوا جزاء الجزاء. القاتل الذي قتله يتحاسب ويتعاقب امانه شنق، والذي كانوا يبصروه وتعصبوا معه امانه ياخذوا مجراهم حتى يتعلموا ويكونوا عبره لمن يعتبر. وتحياتي للجميع.